تعالى نعمل مع بعض غدوة لذيذة كده، مش هتاخد مننا وقت خالص. معايا كبداية وقنصاية كده حطيتهم في الطاسة على شوية زيت بتوع البطاية الحلوة اللي هتشوفوها معانا دلوقتي. ويعني اديهم تشويحة كده، أول ما يغيروا لونهم هننزل عليهم ببصلاية فرماهم في الكبة مقطعات تقطيع صغير اللي يريحك. تمام، ونديهم تشويحة كده مع بعض. تمام، اول برضو البصله ما تتدبل معانا شويه كده، هنجيب كده البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وبابريكا وكركم وذره كده او شويه ربع معلقه من القرفه، ونديهم تقليبه وتشم الريحه بقى اللي يجيب اخر الدنيا. تمام، تقليبه حلوه كده وياخدوا لون كده حلو معانا. يعني معنى صح، انت بتحمصي البهارات بتاعتك اللي بتحطيها على الكبده والانثى والبصله. غسلت كوبايتين رز وصفيتهم كويس ونزلت بيهم كده وهنديهم تقليبه كده مع الكبد والقوانص والبصله. تقليبه حلوه لحد ما ياخدوا معانا كده تشويحه حلوه لحد ما تتشوح، والبصله والرز والكبد والقوانص ينشفوا كده، ميبقاش فيهم اي سوائل خالص. تمام، خلاص كده نشفت معانا وريحتها تحفه بجد، ريحتها حلوه جدا. هننزل بكميه الميه اللي هتغطيها مش ازيد من كده، عشان خاطر انا مش عايزه، انا عايزه اسويها نص سوا. وبعد ما هسويها نص سوا هاخد الكميه اللي تكفيني لحشوه البطه. تمام، اول ما هتبدا تنشف معانا بالشكل دوت كده هنديها تقليبه، وبعد كده اخد الكميه اللي انا عاوزاها. بعد ما اخد الكميه اللي انا عاوزاها هزودها شويه ميه واسيبها على النار هاديه تستوي بقى براحتها. هنا البطايه بتاعتنا مغسوله غسله حلوه كده ومنقوعه بملح وليمون وشويه ميه كده، وصفيناها. جاينا بطايه هديه كده وحلوه كده، من اللي جايبينها لنا مشفشفينها كده ومنضفينها مخلينها قشطه. تسلم ايديهم بجد. هنحط كده كميه الخلطه اللي احنا عايزينها، ومش بكبسها جامد لان الرز مستوي نص سوا فهيكمل سواه جوه البطايه. هو هحط كده بعد ما نكتفوها كده ونظبطوها زي ما انتم شايفين كده، هنجيب كده الرقبه بتاعتها وهنقفل بيها نص رقبه كده اللي هو مليان ده، ونقفل بيها. مفيش رز بقى يطلع معاكي ولا حاجه، ما عندكيش رقبه، ما عندكيش كبد وقوانص تقفلي بيها، حطي بصلايه، اغسلي بصلايه كده ونضفيها وحطيها. هنا نزلت كده بالبطايه بتاعتنا في الميه المغليه. تمام، وهنزل عليها كده ببصلايه متقطعه 4/4. والاول كده جبنا صدر فرخه للي ما بياكلش البط. تمام، وبصلايه متقطعه 4/4، طماطمتين كده برضو 4/4، وملح وفلفل وورق لوري وحبهان ومستكة ورق لوري. تمام، وجينا نغطي عليها لحد ما تستوي كده وتخش في السوا كده وتتظبط. البطايه بتاخد سوا شويه عن الفراخ والحاجات دي. تمام، وهنا استوت هنطلعها بقى كده اهي. بصوا بقول لكم ان الرقبه ثابته في مكانها ما طلعتش. هنا استوت لما انا غزتها كده هطلعها في صينيه، هي والصدر اللي حطيته ونحمرهم تحت الشوايه. وهنا الملوخيه دي كنت مفرزاها معاكم في الفريزر، والكميه يعني يعتبر خلصت خلاص. فهجيب بقى وافرز تاني ان شاء الله. طريقه حلوه جدا، انزلوا في الفيديوهات القديمه هتلاقوها تحفه جدا وهتعجبكم قوي قوي، هي وطريقه التوم. هنا كده طلعت البطايه زي ما انتم شايفين كده، وهحطها بقى تحت الشوايه هي وصدر الفرخه ياخدوا لون معانا. وهنا الملوخيه بقى بعد ما حطيت لها كميه الشوربه اللي على قدها، على قد كميه الملوخيه على قد كميه الشوربه. وهنا فرت معانا، هرفعها من على النار واحط بقى الطاسه، معلقه توم حلوه، معلقه كزبره ناشفه، وشويه من الزيت يتحمروا معانا كده، ياخدوا لون بقى معانا ذهبي كده. وتمام، بعد ما تاخد اللون الذهبي هطفي عليها ونديها الطشه كده على الملوخيه. بسم الله. ريحتها بقى ما اقولكيش تحفه، تحفه بجد، تودي في اخر الدنيا. بص لون الملوخيه وقوامها بجد تحفه. كده خلصنا وحمرنا البطايه وطلعناها من الفرن، والرز بتاع الخلطه استوى. حطيت شويه كده تحت البطايه وعملت شويه رز بشعريه عشان ما اطولش عليكم ما جبتهمش في الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، تعالوا اتغدوا معانا. مع السلامه.